ازاي ممكن شخص يوصل ان هو يقطع ايده بمجرد حديدة وحتى مش حامية، وفوق كل ده من غير بنج؟ ده حقيقي على فكرة. وواحد تاني نايم على بطنه ومش عاوز يقوم يعمل اللي وراه ويخلص مذاكرته عشان مستقبله. فاهلا بيك في معضلة المحاولة والإرادة والعجز. تجربة اتعملت سنة 1975 اسمها Generality of Learned Helplessness in Man. جابوا مجموعة من الناس وقسموها نصين. المجموعة الأولى شغلوا لهم أصوات مزعجة جدا وقالوا لهم حاولوا تتصرفوا، حلوا الليلة دي، المهم الحل قدامكم، وحطوا قدامهم زرار، يعني الحل مفيش أوضح من كده. المجموعة التانية بقى شغلوا لهم الأصوات المزعجة دي، ولكن قالوا لهم بص، الزرار اللي قدامك ده مهما عملت ملوش نتيجة، فما تتعبش نفسك على الفاضي. وفعلا مهما يحاولوا الصوت بيفضل موجود، فخلاص يأسوا وعرفوا ان مفيش فايده، ما كمل قوي. بعد كده حطوا الكل في موقف جديد، مهمه تانية، الصوت المزعج لسه موجود ولكن حطوا ايدهم جوه زي صندوق كده وقالوا لهم اتفضلوا اتصرفوا، شوفوا هتعملوا ايه عشان توقفوا الصوت ده. المجموعه الاولى اللي كانت تقدر توقف بالزرار عرفت الحل بسرعه، انجزت. ولكن المجموعه الثانيه كتير منهم اتشل مكانه حتى ما اتحركش خالص، بسبب اللي اتعلموه في التجربه الاولى انهم كانوا عاجزين ومش قادرين يحلوا المشكله. اللي اتغير هنا ما كانش قدرتهم ولكن توقعهم، وده يسمى بالعجز المكتسب. انك تتعلم ان انت عاجز مش عشان انت فعلا مش عاجز، لكن لان في تجارب قبل كده فشلت اقنعتك ان انت غير قادر وان مجهودك ملوش اي لازمه. في ناس كتير حياتها واقفه بسبب ان هي بتستنسخ من الفشل القديم ده. خلينا ندي مثالين. مثال الاول ممكن يكون في العلاقات بين واحد وواحده، ان في حد في العلاقه ينصدم ويبدا يكره الجنس الاخر او يعمم على الجنس الاخر، وبالتالي حياتهم الاجتماعيه في الجزء ده بتنتهي. ممكن ناخد نموذج حد تاني، حد فشل في مجال ما لمده شهر مثلا، وفوق كل ده ممكن يكون من غير دراسه حقيقيه او علم حقيقي يساعده ان هو يوصل للنجاح. ففي حاجات كتير هو اصلا مش مستوعبها، فعشان كده ساب المجال كله. عشان كده ما تحكمش على قدراتك بسبب تجربة فشلت فيها وانت اصلا كنت في ظرف مش متحكم فيه. الفشل في موقف مش حكم على كل المواقف. وطبعا ما دام اللي انت بتعمله هادف وبيضيف قيمة للمجتمع ومش حرام وعندك ثقة في ربنا وبتعمل اللي عليك وخلاص، يبقى اجرك هيجيلك. المهم نتجنب اعادة الفشل ونتعلم منه، وخليك دايما واعي.